بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي وأصدقائي وأهلي، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده تمثال مصنوع من الجبس والبورسلين، مادة قوية. ده نموذج تقليد، ده تقليد، وأنا عرضته قبل كده من شوية. ده كان مكسور واتصلح أهو. من هنا حضراتكم شايفين مكان صبعي ده أهو قصاد الكاميرا مكسور أهو. ده جبس، ده اتصلح. ده كان عمد واحد. المدير بتاعنا الله يرحمه كان فنان فنان فنان. الله يرحمك يا أستاذ محمد ياسبيت، كان أستاذ. خد الأصل اللي زي ده، الأصل كان أخو ده بالظبط، شكله بالظبط كده بالظبط، وعمل منه كم نموذج. ده اسمه نموذج، يعني تقليد. نموذج يعني تقليد، بس تقليد بإتقان بدقة. لو اتحط جنب الأصلي ما يتعرفش. كان من غير القعدة دي، الأصلي كان من غير القعدة دي. بصوا القعدة دي، رجلين الملك أهو، شايفين الطول ده كده؟ بصوا شايفين لغاية هنا كده، أكتر من الحتة اللي باقية فوق دي. ولذلك ده الفنان الفرعوني إزاي عمل الكلام ده. والحتة اللي في الراس من ورا ديت، الراس فيها زيادة من ورا شوية في الجمجمة. ده كان ملك من ملوك مصر القديمة. مصر القديمة يعني التمثال ده تاريخه حوالي 7000 سنة. المصري القديم كان فنان ودقة. طب ازاي اتعمل ده؟ ده كان برونز، المفروض ده كان برونز، الأصل بتاعه برونز، ماهوش ذهب ولا حجر. مادة من البرونز، مادة من المعدن الحديد، خامة اسمها برونز. عملوا نفس الشكل ونفس الاسطمبة، نفس الشكل ونفس الاسطمبة. الدقة اللي على الصدر دي، شايفين الصدر في صدرية هي لابسها الملك عاملة ازاي؟ قدام الكاميرا، يا ريت الكاميرا تجيبها. شايفين حضراتكم؟ شايفين الكاميرا الصدر عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. دقة الفنان الفرعوني، لا إله إلا الله. في القفا من ورا، بين كتافه من ورا اهو، تحت عند صباعي كده حاجة اسمها خرطوش. الخرطوش ده يعني العنوان بتاعه، اسمه ومهنته، كان شغلته ايه في مصر. محطوط الختمة ده من ورا اهو، دي اسمها خرطوش. برضه الأصل كان فيه كده. شايفين حضراتكم شايفين العظمة؟ شايفين العظمة؟ شايفين عظمة الفنان المصري؟ دي عصاية الملك اللي ماسكها دي، ماسكها بإيده اهي. شايفين حضراتكم؟ الصباع ماشي عليها دي عصاية اسمها عصاية الملك. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. تاريخ مصر، مصر قديمة، مصر قديمة ولها تاريخ. واللي ملوش تاريخ ملوش أصل. عاشت مصر وعاش أهل مصر، عاشت مصر وعاش أهل مصر، وجيش مصر وشرطة مصر ورئيس مصر. تحيا مصر، تحيا مصر. اللي عاجبه التمثال ده يعمل لي تعليق عليه ويقول لي إيه رأيه، ويشترك في قناتي. قول لهم يا ملك يا مصري، قول لهم يا ملك يا مصري يشتركوا في قناتي، قناة الحاج محمد شلتوت الترزي. المكنة أهي، وأنا قاعد من غير شغل قلت أصور لكم الفيديو ده عن التمثال ده، لأن أنا بحب الآثار. لأن أنا أصلا كنت فني ترميم آثار. فني ترميم يعني إيه؟ التمثال ده جه لما لقيوه نغسله وننضفه من التراب اللي كان عليه والطينة، ونحط له مادة عازلة عشان يستحمل ويعيش في الباترينا مئات السنين، بل آلاف السنين قادمة.
بعد احنا ما نكون رحنا. الله يرحمك يا استاذ سبيت، الله يرحمك يا استاذ سبيت، الله يرحمك يا استاذ سبيت ويحسن اليك يا فنان، يا فنان يا استاذ سبيت، الله يرحمك، الله يرحمك ويحسن اليك. ما تنسوش اللي المطلوب تعملوه، لايكات وتعليقات واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.